جدا، صاحب صولات وجولات ومشرف للكرة المصرية، كابتن احمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة. كابتن ميدو صباح الفل. صباح الخير يا شباب والف مبروك على البرنامج. وحشني جدا. وانت والله صباح الخير. صباح الفل. يبقى برنامج ناجح كده دايما ومتميز زي اي مكان انت بتتواجد فيه. ربنا يخليك، اشكرك جدا يا ابو حميد، وربنا يوفقك في تجربتك الجديده مع وادي دجله. وقبل ما اخش على وادي دجله عايز اسالك، هل بالفعل انت شايف انه تلاحم المباريات ممكن يبقى له تاثير سلبي ويعمل اجهاد ويأثر على اداء اللاعبين، خصوصا منتخب مصر عنده مهمه ثقيله قريبا الشهر الجاي في كاس افريقيا؟ طبعا في ضغط مباريات كبير جدا احنا كمدربين بنستحمله وكلاعيبه بنتحامل على، والمدربين بيتحاملوا على انفسهم من اجل يعني منتخب مصر. وكلنا متفاهمين ان ضغط المباريات ده لجنه المسابقات يعني مغصوبه عليه، يعني مش بمزاجها يعني. لان طبعا البرنامج مع المنتخب، وان كوبر طلب يعني فتره كافيه قبل البطوله عشان يقدر يعد الفريق بشكل جيد، وده حقه بصراحه. يعني اي مدرب داخل على بطوله مجمعه لازم محتاج على الاقل اسبوعين ان هو يقعد مع الفرقه، وان هو يعمل على الاقل مباراتين ودقيقتين، وكلنا متفاهمين هذا الكلام. ولكن الكلام عن ان ضغط المباريات لا يؤثر على الفرق ده كلام غير مدروس، كلام غلط. والكلام على ان السبب الرئيسي في ظهور اللاعبين بمستوى بدني متدني في المباريات الاخيره سببه سهر اللاعبين وكذا وكذا من مسؤول في اتحاد الكره. انا في رايي ان الكلام ده عيب. عيب ان حد في اتحاد الكره يطلع يقول اللعيبه بتاعت مصر، اللعيبه بتسهر، واللعيبه امنعوا اللعيبه من السهر لو عايزين كذا، وان كل لا. انا بقول ان لازم اتحاد الكره يوقف اي تصريحات. مين كان قال كده يا ميدو؟ يعني مش عايز تقول اسمه. حاج عامر حسين. حاج عامر حسين. تمام. حاج عامر حسين طبعا علاقتي بيه جيده جدا، وراجل محترم، راجل محترم، وراجل بيقوم بمجهود كبير جدا لتنظيم المسابقه، وراجل ربنا يكون في عونه. انما ان يخرج بتصريحات يقول فيها ان السبب الرئيسي في ظهور اللاعبين بهذا المستوى هو سهر اللاعبين وعدم حفاظهم على انفسهم، انا بقول له حاج عامر مش من حقك ان انت تقول كده. وبقول لاتحاد الكوره عيب ان حد في اتحاد الكوره يطلع يقول كده. تمام. وعيب ان هو يقارن بين اللعيبه واللعيبه ثانيه، ويقول ان احمد فتحي بصوا لاحمد فتحي ومجهود احمد فتحي، وكل دوريات العالم بتلعب كل 3 ايام. لا، مش كل دوريات العالم بتلعب 3 ايام. مع احترامي الشديد يعني، واجيب لكم الجدول في وقت معين من السنه بيبقى فيه ضغط مباريات بسبب الاعياد وبسبب حاجات ثانيه كتير. حاجات ثانيه نخلي دايما اهل العلم يتكلموا فيما يخصهم. يعني لو جينا اتكلمنا في المقارنه بين ازاي يتاسس اللعيب في اوروبا وازاي يتاسس اللعيب في مصر بدنيا، هنقدر ازاي نفرق قوي ازاي ان ممكن لعيب في اوروبا يستحمل ضغط مباريات، وازاي ان لعيب في مصر ما يقدرش يستحمل ضغط مباريات. فان يخرج علينا احد مسؤولين اتحاد الكوره ويقول ان ده ما فيش حاجه اسمها ضغط مباريات. احنا ساكتين على فكره، احنا كمدربين ما بنتكلمش، احنا مستحملين ضغط المباريات وما عندناش مشكله. انما لما يطلع مدرب يقول يعني ضغط المباريات وكده، ويبقى الرد عليه ان لا مش ضغط المباريات ده سبب سهر اللعيبه وبصوا لاحمد فتحي وكده، انا ما عجبنيش التصريح. يعني انت مش ممانع انه يبقى في ضغط مباريات تتحملوه، لكن ما يبقاش المبررات يعني ملهاش علاقه بالموضوع اساسا. لا، يبقى الكلام يعني يبقى الكلام فيه ناحيه علميه. الناس اللعيبه اللي في اوروبا اللي احنا بنتفرج عليها في اوروبا دول لعيبه متاسسه بشكل صحيح من هم عندهم 7 سنوات و8 سنوات، ولذلك النهارده جسمهم يتحمل طبعا. يقدر يتحمل ضغط المباريات، رغم ان ما فيش الدوري ما بتلاقيش كل الفرق اللي بتلعب في اوروبا هي الفرق اللي بتلعب كل 3-4 ايام، انما كل الفرق الثانيه بتلعب كل اسبوع، وعندها كل 4 أو 5 أسابيع في مباراه في وسط الاسبوع. ماشي، تمام. يقدر المدرب ان هو يشتغل ويعمل شغل ويعمل روتيشن وكل حاجه. تمام. لكن الحقيقه انا في رايي ان الحاج عامر حسين خانوا، يعني لو كان قال كده فعلا، انا امبارح قريت الكلام ده ان هو قال، لو قال كده يبقى هو فعلا خانوا التعبير في التصريح ده. ما ينفعش ابدا ان احنا نطلع نقول على اللعيبه كده. طب ميدو، انت كمدير فني بتتغلب ازاي على ضغط المباريات واصابه اللاعبين بالاجهاد زي ما هو واضح بشكل عام في الدوري المصري دلوقتي؟ لا، يعني احنا بنلعب مباراه كل 3-4 ايام، مباريات صعبه جدا. في فرق عندها سكواد كبير، يعني الزمالك والاهلي عندهم 30 لعيب كلهم
في مستوى واحد تقريبا، افضل من بعض. فضغط المباريات بيخدم الزمالك والاهلي قبل اي فريق تاني. بيبقى عنده تنويع. عنده في كل مركز لعيب واثنين وثلاثه. القصه مختلفه بعض الشيء بالنسبه للفرق الثانيه. لكن بنحاول ان احنا نمشي يعني ان احنا ما نلعبش في الشيب بتاع الفريق، وان احنا التغييرات تبقى في اضيق الحدود في الوقت الحالي، لان البدائل عندنا قليله. يعني انا بالنسبه لي، يعني انا مثلا الماتش اللي فات بلعب من غير باك رايت وباك ليفت. باك رايت والباك ليفت الاساسيين بتوعي مش موجودين، والبودلة الباك ليفت محمد جمال عنده قطع في الرباط الصليبي. ففي يعني في نواقص موجوده عن كل فريق. الفريقين الوحيدين اللي لا يمكن ابدا يتاثروا بضغط المباريات هو الزمالك والاهلي، لان عندهم 30 لعيب. ورغم كده كابتن حسام البدري امبارح كان في تصريحه يعني كمبرر للتعادل قال انه الاجهاد وضغط المباريات. بص، يعني كل مدرب بيبقى ليه حسابات يا شباب. يعني في مدرب مثلا ماشي بنتائج ايجابيه وبيكسب زي حسام البدري في الماتشات الاخيره، صح؟ مظبوط. فكره ان هو يغير في التشكيل مش سهله. يعني هو النهارده عايز يثبت تشكيل معين اللي هو بيكسب بيه، بقى له 3-4 مباريات ورا بعض. فبالنسبه له صحيح عنده سكواد كبير، لكن السكواد الكبير ده بيخدمه في حاله ايه؟ في حاله الاصابات، في حاله عدم ان اللعيبه غير متاحه بسبب وجود انذارات، بسبب ممكن يغير لعيب بالكثير. انما وهو بيكسب صعب جدا ان هو يغير. يعني صعب ان هو يغير الا في اضيق الحدود. فده بناء عليه وبناء على حرصه وعلى ثبات التشكيل، وان هو يفضل يلعب بنفس الناس اللي بيكسب بيها. اللعيبه ابتدت تجهد، والراجل طلع بيقول ان ضغط المباريات ده هيأثر على المنتخب، وفعلا ممكن يأثر على المنتخب. انت لما يجي لك لعيب لاعب هذا الكم من المباريات في فتره قليله، ده ممكن يأثر عليه. لكن اكيد كوبر يعني هيعمل برنامج جيد ان هو يريح اللعيبه كويس واللعيبه تظهر بشكل جيد. لكن ان يبقى الرد ان لا، يعني لا، ضغط المباريات ده في كل حته والعبوا بقى مالكوش دعوه، والسبب في اللعيبه بسبب مش في ضغط المباريات، لا، انا بقول الكلام ده مش صح. طب ميدو، يعني حتى الان تقييمك لتجربتك مع وادي دجله في الزمن القليل اللي خلص دلوقتي؟ لا، يعني تجربتي مع وادي دجله انا شايف ان احنا في فتره قصيره جدا قدرنا ان احنا نحفظ اللعيبه يعني جزء كبير من الاسلوب اللي احنا عايزين نلعب بيه. دخلنا على 5 مباريات قويه جدا، عملنا فيها نتائج جيده جدا. ماتش المقاولين اللي فات حصل لنا دروب، انا كنت متوقعه من اجهاد اللعيبه، اجهاد كبير جدا على اللعيبه لما الفرقه تلعب في 20 يوم. تلعب سموحه في امتي في مصري في الزمالك في الاسماعيلي، ده مش سهل يعني على اي فريق، خاصه يعني فريق احنا ما بدأناش معاه فتره الاعداد، وفريق ما اهلناهوش بدنيا بالشكل اللي احنا كنا نتمناه. ولكن احنا عندنا اهداف واضحه في وادي دجله. وادي دجله بالنسبه لنا عايزين نبقى في مكان جيد في الجدول. عايز انهي الدوري في مكان افضل مما تسلمت الفريق فيه. انا تسلمت الفريق في المركز ال 12، بتمنى ان انا انهي مع الفريق في مركز افضل، وواثق ان شاء الله ان انا هنهي مع الفريق في مركز افضل. ولكن عندنا يعني الاهم من نتائج المباريات هو تنفيذ استراتيجيه النادي واداره النادي. احنا عندنا في كل مباراه شبابنا بيبقى معانا على الاقل 4 أو 5 لعيبه تحت. ملاحظ طبعا. ودايما بنشرك لعيبه تحت السن وبنشتغل معاهم وبنطورهم بدنيا وفنيا وتكتيكيا وحتى على مستوى الشخصيه، ان احنا ازاي نخليهم مؤهلين ان هم يعني يقدروا يلعبوا مع الفريق الاول، ويقدروا ان هم يسافروا اوروبا ويلعبوا في اوروبا. هو ده الهدف الاساسي، انه يطلع مجموعه تسافر اوروبا كل سنه. تسافر اوروبا. فاحنا عندنا لعيبه ناشئين مميزين جدا. دول ولاد النادي يا ميدو، يعني خارجين من ولاد النادي. احنا عندنا قطاع ناشئين مميز جدا طبعا بقياده الكابتن علي ابو جريشه. يعني الراجل الخبير اللي عينه دايما اهم حاجه في موضوع الناشئين ده، غير التنشئه وغير ان انت تطور الناشئ، هو العين، السكاوتنج، ازاي هو بيختار. علي ابو جريشه الحقيقه اللي عندنا مميز جدا في النقطه دي، من ايام طبعا ما كان ماسك في الاسماعيلي ودلوقتي في وادي دجله. فعندنا قطاع ناشئين جيد جدا بنستغله بشكل جيد جدا. كل مباراه بنشرك 2-3 لعيبه بما لا يفقد الفريق توازنه. ان احنا برضو عارفين ان اللعيبه الصغيره دي لازم تطلع تلعب في وسط لعيبه كبار، يعلموهم ويثبتوا رجليهم ويقولوا لهم ايه الصح وايه الغلط، حاجات كتيره جدا. واعتقد ان الفكره دي ماشيه مع شخصيتك كمان التدريبيه يا ميدو، لان انت من الناس اللي بتحب تطلع، حتى كنت مع الزمالك كده يعني طلع لعيبه جديده. مع الزمالك والاسماعيلي الحمد لله طلعت يعني ده وده كان سبب، ممكن يكون سبب كبير في تفكير وادي دجله في ميدو، تفكير ميدو في ان هو يتولى مسؤوليه وادي دجله.
انت دايما مؤمن بفكره ان انت تطلع لعيب جديد يبقى اكتشافك وتلونه زي ما انت عايز وتشكله زي ما انت عايز. انا مؤمن بفكره ان اللعيب المميز لازم ياخد فرصته، ومؤمن بفكره ان اللعيب المميز هل لان انت نفسك حصل لك كده وانت صغير؟ وشفت لعيبه كتيره جدا كانوا مميزين جدا، وبسبب تواجدهم وعملهم مع مديرين فنيين لا يؤمنوا او عايزين ان هم ياخدوا لعيب على الجاهز ويشتغلوا بيه، ضاعت الموهبه. ده منعهم من التطور واثر على الكارير بتاعهم بشكل كبير جدا. فانا مؤمن بالنقطه دي، ان في لعيبه صغيره مميزه جدا بيبقوا بس محتاجين مدرب يديهم الفرصه ويطورهم ويعلمهم ازاي يقف في الملعب، يعلمهم يقول لهم ايه المشاكل بتاعتهم، يعاملهم بشكل جيد على المستوى النفسي وعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني. فكل ده احنا حاجات بنشتغل عليها في وادي دجله الحمد لله. يعني من اول لما جيت وادي دجله تم اشراك لا يقل عن 5 لاعبين تحت السن في وقت قصير جدا. ده غير اللعيبه اللي كانت متواجده معانا دايما في القائمه، وده يعتبر في رايي هو تنفيذ لاستراتيجيه اداره وادي دجله. ومهما كان اللعيب اللي هيطلع ده مميز، انت ما عندكش مانع انك مش تفرط فيه انه يسافر اوروبا ويعيش تجربه احترافيه. طبعا ودي استراتيجيه وادي دجله، ان اي لعيب بيجي له فرصه جيده احنا ما بنمنعوش ابدا من التطور وان هو ياخد فرصته. وبرضه النادي بياخد حقه، يعني لان مش ان انت تاخد حقك ان انت تاخد ملايين دلوقتي، انت ممكن بتسيبه برقم جيد رمزي او رقم كويس زي ما حصل مع محمد صلاح والنني في المقاولين، وبتاخد 25% من الترانسفير اللي بعد كده، وبعد كده ممكن تاخد لغايه الترانسفير الثالث. فده بيخليك تضمن ان انت ممكن تقدر تكسب فلوس من اللعيب في ال7-8 سنين الجايين. تمام. فده اللي احنا، ده الاستراتيجيه اللي احنا ماشيين بيها يعني. شفنا الحضري بيرجع الماتش اللي فات. الحضري كان طلب راحه بعد مباراه المصري، وانا وافقت له على الراحه دي، وهو وعدني ان هو هيرجع تاني في قمه تركيزه، ان هو الراحه دي، وانا كنت متاكد ان الراحه دي هتاثر عليه بشكل ايجابي، وان هو هيرجع تاني عصام الحضري بتاع مباراه غانا. خلينا نقول ان هي اقرب مباراه، وفعلا في المباراه الاخيره عصام الحضري كان مركز بشكل كبير جدا، ورجع لمستواه اللي هو بتاع مباراه غانا. وانا متاكد ان عصام في كل المباريات اللي جايه باذن الله هيلعب بنفس المستوى وبنفس التركيز، لان عصام عنده هدف واضح وهو المشاركه الاساسيه في كاس افريقيا. طب انت بخبرتك شايف ان عصام هيبقى هو الحارس الاساسي في كاس ولا؟ اكيد انا شايف ان مفيش اي تفكير بالنسبه للجهاز الفني للمنتخب بتغيير الحارس اللي انهى اخر مباراه في التصفيات بالمستوى اللي قدمه عصام الحضري في مباراه غانا الاخيره ومباراتين الاخرانيتين. في رايي ان صعب جدا ان الجهاز الفني يغير في الحارس رقم 1. النهارده بقى واقع ان عصام الحضري هو الحارس الاول لمنتخب مصر، هو الحارس اللي خد الفرصه بشكل جيد وقدر يمسكها بشكل كويس. وحتى مع تألق الشناوي وشريف اكرامي اللي هم طبعا بعزهم بشكل كبير جدا، ولكن شايف ان صعب جدا ان حد فيهم يقعد عصام الحضري في الفتره اللي جايه، لان عصام عنده خبرات كبيره جدا قدر يكتسبها عبر سنين طويله، ولو قدر ان شاء الله عصام ان هو يقفل معانا الدور الاول بنفس التركيز وبنفس المستوى اللي لعب بيه المباراه الاخيره، اعتقد هيبقى من الصعب جدا ان اي حد يقدر يزحزحه من حراسه مرمى منتخب مصر. طب انت شايف ممكن يبقى في وجه جديد او مفاجاه لمنتخب مصر في كاس ولا يعني مجموعه اللاعبين اللي بيعتمد عليهم كوبر في الفتره الاخيره هم اللي هيبقوا موجودين؟ لا كوبر ما اعتقدش ان هو هيضم حد جديد بسهوله، ممكن يبقى في اسم، يعني ممكن يبقى في اسم. متوقعوا الاسم ده؟ والله على حسب جاهزيه اللعيبه، يعني انا مش عارف هل حجازي هيبقى، ما اعرفش مدى اصابه حجازي، هل حجازي هيبقى جاهز لكاس ان شاء الله يبقى جاهز، يعني هو طبعا لعيب مهم جدا. ولكن يعني اعتقد ان وجود اسماء جديده في قائمه المنتخب هيبقى في اضيق الحدود، وحتى لو تم ضم اسم جديد مش هيكون بيشارك بصفه اساسيه مع المنتخب. انت لو مكان كوبر هل ممكن تضم وجوه جديده ولا هتعتمد على نفس المجموعه اللي اعتمدت عليها في التصفيات اللي فاتت دلوقتي؟ اعتمد على نفس المجموعه اللي اعتمدت عليها في التصفيات، ممكن ضم اسم او 2 بالكتير. لكن صعب جدا التغيير في الوقت ده. عينك كان على حد مثلا لو انت مكان كوبر كنت ممكن تضمه دلوقتي في الدوري المصري؟ حد لفت نظرك؟ والله في لعيبه بتخدم طريقه لعب كوبر،
يعني في كوبر ليه اسلوب معين، وهو ان لازم اللعيبه اللي بتلعب في الثلث الاخير من الملعب ان هي تدافع بشكل جيد، الاجنحه يدافعوا بشكل جيد، ان ظهراء الجنب يكونوا ادوارهم الدفاعيه يعني بيتقنوها بشكل جيد. في لعيبه بتخدم طريقه كوبر، وفي لعيبه كتيره في الدوري المصري تقدر ان هي تخدم طريقه كوبر، زي مثلا محمد هلال لعيب وادي دجله، لعيب عنده 20 سنه من نجوم الفريق دلوقتي الحقيقه. لعيب عنده 20 سنه، في اخر 4-5 مباريات بيأدي بشكل جيد جدا. ومحمد هلال لو انضم لمنتخب مصر هيقدر ان هو يأدي الادوار اللي بيطلبها كوبر من الاجنحه او من لعيبه وسط الملعب بشكل جيد جدا. طب انت قول لي هلال، بمناسبه الكلام على هلال كان في ليرس اللي هو ايه هلال. احنا يعني اهم شيء بالنسبه لنا وهلال مثال حي لاعطائنا فرص للاعبين صغار السن. اول حاجه هلال انا غيرت مركزه، هلال عمره ما لعب في المركز اللي انا بلعبه فيه ده، هو دايما كان لعيب دايره، لعيب رقم 6 او رقم 8. انا لعبته في ناحيه الشمال على الجناح في الطريقه اللي انا بلعب بيها، وكنت متوقع ومتخيل ان هو هيجيد في هذا المركز، وفعلا اجاد بشكل كبير جدا. وانا بقول يعني هلال لسه قدامه شغل كتير جدا، وهنشتغل معاه الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا عشان نطوره، ولكن هو حاليا عنده مميزات كبيره جدا مش موجوده في لعيبه كتيره في مصر، وهو الورك ريت بتاعه، الحاسه التهديفيه عنده، اجاده الكرات الثابته، القيام بادواره الدفاعيه. لعيب ذكي جدا، بيقدر يستلم الكره في مساحه ضيقه وبيقدر يتصرف فيها بشكل جيد. عنده مزايا كتيره جدا مش موجوده في لعيبه كتيره في مصر، ولكن لسه قدامه كتير ان هو يتطور وان هو يوصل لافضل مستوى ممكن يوصل. تمام. ميدو انا عايز اسالك يعني انت موقوف 4 ماتشات وبقرار من اتحاد الكوره. احمد حسام ميدو وهو مدير فني لنادي الزمالك، في القرارات اللي اتخذت ضده، هل غير احمد حسام ميدو لما بقى مدير فني لوادي دجله بامانه يعني هل كان عندك حمايه وانت في نادي الزمالك؟ طبعا يعني انا مش عايز اخوض في الموضوع ده يا شباب، الموضوع واضح. لا مش عايز اقول يعني مش اقصد الزمالك او اهل الانديه الكبيره، هل بيبقى لها شويه حمايه في القرارات؟ يعني بص، هو بعيدا عن انت ماسك ايه، يعني انا للاسف شايف ان الناس بتبص لمين اللي اتخذ القرار ضده، ومع احترامي للجميع يعني لما يطلعوا المدربين يهاجموا الحكام وياخدوا كلهم ايقاف مباراه واحده، وانا هاجم الحكم بعد مباراه تعرضت فيها لظلم كبير جدا وتوقف 4 مباريات، فده بالنسبه لي يعني ملوش اي تفسير الا ان انا توقفت 4 مباريات عشان انا ميته بس. يعني ده ملوش اي تفسير. يعني لو كنت بتمرن الاهلي او الزمالك كنت برضه هتوقف 4 ماتشات؟ بعيدا عن الاهلي او الزمالك او كل حاجه، ولكن القرار جه في وقت ان كان لازم يصحبه ضجه اعلاميه علشان اهداف معينه. انا حزين جدا وبوجه عتاب كبير جدا لاتحاد الكوره ان يتم ايقافي 4 مباريات لنفس السبب اللي يتم ايقاف فيه مدربين تانيين مباراه واحده. وزعلان جدا يعني ان ده يحصل معايا علشان انا خاطر بس ان اللي اسمه توقف ميدو. لا، لازم الناس كلها تتعامل بمساواه وتتعامل بعدل، لان انت تحرمني من ان انا ابقى موجود في المكان اللي انا لازم ابقى موجود فيه، حتى لو ده مش مؤثر عليا، ده في ظلم بالنسبه لي. هتقول لي انت قلت كذا والمدربين التانيين قالوا كذا، لا، ده في مدربين قالوا احنا مثلا، مش عايز اتكلم على حد، لكن في مدربين قالوا احنا بنتفق مع المستشار مرتضى منصور في كل كلمه قالها على الحكام. مظبوط، صح؟ مظبوط. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان المدرب بيقول ان الحكام فجر، وان الحكام يعني اللي هو نفس اللي قاله المستشار مرتضى. تمام تمام. يبقى عقابه مباراه واحده وانا هتوقف معايا، معلش مش عايز اتكلم على حد، وانا اتوقف 4 ماتشات عشان ميدو ايقافه هيبقى في ردع للجميع وكذا وكذا. لا، لازم يبقى في عدل بين الجميع. وانا قدمت تظلم عدد المباريات بينزل، ولغايه دلوقتي ما حدش رد عليا في التظلم ده. وبتمنى ان يطلع قرار في اسرع وقت ممكن النهارده ان ينزل عدد المباريات من 4 مباريات لمباراتين، لان بقول لاتحاد الكوره عيب ان بنفس الفعل تتم معاقبته بعقوبتين مختلفتين يعني. لا، مش عقوبتين مختلفتين بس، ده 4 اضعافها. 4 اضعاف اللي مكتوب في تقرير الحكم بسبب التقرير اللي جالنا بسبب هجومه على الحكام في الاعلام بعد المباراه. لا، في دي معاك حق.
نفس العقوبه اديتها ل4 مدربين بايقاف مباراه واحده، وميدو 4 مباريات وغرامه 10000 جنيه. طيب ميدو تسمح استغلك لمده دقيقه؟ يعني استغلك من اول مكالمه. طيب اكيد انت تابعت امبارح القرعه بتاعت دوري ابطال اوروبا والمواجهات السخنه اللي هنتابعها الفتره الجايه، رايك فيها ايه؟ يعني مانشستر سيتي مع موناكو، ريال مدريد مع نابولي، بنفيكا مع بروسيا، دورتموند، بايرن ميونخ، ارسنال، بورتو مع اليوفي، باير ليفركوزن مع اتلتيكو مدريد، وباريس سان جيرمان مع برشلونه، واشبيليه مع ليستر سيتي. والله يعني في ماتشات صعبه جدا، يعني ماتشات ممكن بالنسبه للناس تفتكر ان هي سهله، ولكن مثلا السيتي وموناكو مواجهه صعبه جدا، ان موناكو عندهم خبرات اوروبيه كبيره جدا، بيقدروا يلعبوا بره ملعبهم كويس جدا، معاهم مدرب برتغالي بيعرف يقفل كويس جدا بره ملعبه، فمش هيبقى خصم سهل على السيتي. بايرن وارسنال طبعا ماتش كبير جدا، البي اس جي وبرشلونه ماتش كبير جدا، من الماتشات اللي هتبقى حلوه جدا جدا، فيها تكتيك عالي جدا، وهو اكتر ماتش هتابعه هو ماتش سيفيا وليستر سيتي، لان الاثنين مدربين ليهم مدرسه يعني مميزه جدا، سان باولي في سيفيا وطبعا رانييري في ليستر. فده بالنسبه لي كمدرب هيبقى اكتر ماتش بالنسبه لي لازم اتابعه، ان ازاي ليستر هيلعب بره ملعبه، وازاي هيقفل على سيفيا، ونفس الكلام بالنسبه لسان باولي، وهل هيلعب ب3 ولا ب4، لان هو بيغير على طول طريقه اللعب من منافس لاخر. فهتبقى في ماتشات في رايي. والريال مع نابولي ماتش صعب جدا، ريال ونابولي. يعني جمهور الريال ما يفتكرش ان ماتش نابولي سهل، من اصعب الماتشات، من اصعب الفرق اللي كان ممكن الريال يواجهها هو نابولي، لان ساري ذكي جدا. نابولي بيمر بمرحله جيده جدا، عندهم فريق قوي جدا، لو قدروا يعني عندهم مشكله بس في راس الحربه طبعا، لان طبعا باعوا هيجوايين في اول الموسم وجابوا ميلك مكانه. ميلك ادى بشكل جيد جدا، لكن اصيب لغايه نهايه الموسم. ف وجبراديني طبعا بيلعب مش في مركزه، لو قدر نابولي ان هو يتصرف في راس حربه هتبقى مشكله كبيره جدا لريال مدريد. نابولي فريق محترم، نابولي فريق بيقدم كره صعبه جدا، خاصه ان مباراه العوده في نابولي، يعني الماتش العوده هيبقى في نابولي. فانا في رايي ان نابولي من الفرق اللي ريال مدريد وزيدان ما كانوش يتمنوا ان هم يواجهوها في الوقت ده من الموسم. طب اروح للدون كريستيانو رونالدو، شايف انه الاحق بجائزه افضل لاعب السنه دي طبقا للاستفتاء بتاع فرانس فوتبول؟ انا رايي ان رونالدو يستحقها طبعا. الفوز ببطوله اليورو مع البرتغال ده اداله افضليه كبيره جدا. بعض الناس بتقول انه مش شرط انك تحقق بطولات اكتر عشان تبقى افضل لاعب، لانه كان يعني صعب لازم صعب، يعني الفوز بالبطولات والالقاب بيدي افضليه كبيره جدا لاي لعيب. صعب يعني الراجل فاز بالشامبيونز ليج وفاز باليورو، صعب جدا ان حد ياخد منه اللقب يعني. انما الوقت كريستيانو رونالدو اربع مرات بيفوز بافضل لاعب في العالم، وميسي 5. هيقرب منه خلاص، قرب منه. يعني الجايه بتاعت كريستيانو عشان يتعادلوا ويبقى لا الاهلاويه زعلانين ولا الزملكاويه، انت عارف الزملكاويه هيتعادلوا. طب وبمناسبه كده بقى، من جمهور مين اكتر بصراحه، الاهلي ولا الزمالك؟ عشان ده استفتائنا اللي الناس بتتفاعل، جمهورنا بيتفاعل معانا، وهنعلن نتيجته اخر الاسبوع. طول عمرنا بنقول الاهلي ولا الزمالك، مين اكتر؟ انت رايك ايه؟ لا انا شايف ان جمهور الزمالك زي جمهور الاهلي، يعني جمهور الزمالك زي جمهور الاهلي. الزمالك ما بقولش مين احسن مين اكتر، ما هم زي بعض. لا زي بعض في العدد. انت لما الزمالك بيبقى بيكسب جمهور الزمالك بيظهر على السطح، لما الاهلي بيبقى بيكسب جمهور الاهلي بيظهر على السطح، لكن الاثنين في رايي زي بعض. يعني انت مش شايف ان البعض بيقول الاهلاويه اكتر، انت شايف ان الجمهورين تقريبا متساويين؟ لا الاهلاويه بيرددوا الكلام ده يا شباب. لا صدقني الاهلاويه بيرددوا الكلام ده. جمهور الزمالك لا يقل عددا عن جمهور الاهلي وراه لو عملوا احصائيه. انما طبعا الاهلاويه بيرددوا كلام اشاعات يعني. طبعا اشاعات. ولا عشان انت زملكاوي؟ مش عشان انت زملكاوي. حبيبي يا ميدو، بشكرك شكرا جزيلا. النجم الكبير احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجله. وتواصلوا معانا، جمهور مين اكتر، جمهور الاهلي ولا جمهور الزمالك؟ ابعتوا لنا على 15 على 105 3 الاس ام اس بتاعتكم، هننتظرها وهنعلن نتيجه الاستفتاء اخر الاسبوع.